روح طيبه النهارده، وجودكم النهارده مع لاعبي الاهلي النهارده يمكن الظروف كانت المفروض تبقى افضل من كده، لكن الحمد لله النهارده موجود. اصل الشهداء عملت روح جيد النهارده. امور طبيعيه كلها، ونتمنى ان احنا كنا نيجي في ظروف احسن من كده، لكن كان وضع طبيعي ان احنا لازم نساند لعيبه النادي الاهلي وجهازه الفني. احنا جينا قدمنا واجب العزاء لمجلس اداره النادي الاهلي واسر الشهداء. النهارده كان وضع طبيعي ان احنا نساند بعد عوده التدريبات النادي الاهلي، كان وضع طبيعي ان احنا نيجي نساندهم. فنتمنى ان هم يخرجوا من الحاله النفسيه اللي هم عليها ان شاء الله في اقرب مناسبه باذن الله. طب خليني عن الروح اللي جوه اللي استقبلكم بيها. لا حاجه جميله يعني، روح جميله، واحنا متعودين على دوت من طول عمرنا. دي مش حاجه جديده على لعيبه النادي الاهلي وعلى جهازه الفني. الامور كلها طبيعيه، نتمناهم ان شاء الله يخرجوا من الاثار السلبيه بسرعه. جوه كابتن. لا يعني هم بيشكرونا على مجينا وعلى احساسنا بيهم وشعورنا بيهم، وده كان وضع طبيعي. لو احنا عندنا كان الحدث ده كان هم برضه هيعملوا نفس الشعور. النادي الاهلي بدات تطلع من اللي هي فيه. اعتقد كده ان شاء الله واحده كده. عندهم مباراه في الدور ال 32 في بدايه مارس او نهايه مارس. نتمنى ان هم يخرجوا منها بسرعه. بس تقدمون للاعب الاهلي الفتره القادمه. لا المسانده كل يعني احنا كلنا بنساند بعض، الكره المصريه كلها هتساند بعض ان شاء الله. ما اكيد طبعا، ما قلت لك ان ده اقل حاجه نعملها مع بعد عشان الجهاز الفني وانا نيابه عن زمايلي اللعيبه نبقى موجودين مع زمايلنا في النادي الاهلي، واتمنى ان شاء الله نعدوا من الحاله السيئه. في حاجه ما حصلتش قبل كده ان وجود رموز نادي الزمالك النهارده جوه النادي الاهلي سيء، لكن نتمنى ان شاء الله تحصل لما الامور تبقى كويسه. انتماء روح الشهداء خلقت روح جديده بين كل الانديه وبعضها يعني. انا طبعا تبقى في ظروف احسن من كده، لكن الحمد لله يعني ان هي ان احنا دلوقتي بقينا قريبين من بعض، وحتى الجمهور نفسه بقى قريب من بعض. كابتن نادي الزمالك قلت ايه النهارده لكباتن النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي داخل النادي الاهلي جوه؟ عزتهم طبعا في الناس اللي توفت دي، وان شاء الله هيخرجوا من الحاله النفسيه اللي موجودين فيها دي ان شاء الله، اكيد ان شاء الله في ظروف احسن ان شاء الله، ويكون الناس خدت حقوقها ان شاء الله. شايف المرحله الجايه ازاي يا كابتن ابو؟ هي مرحله صعبه، ربنا يسهل.